حقيقية تعرضت ليها شابة اسمها سارة مع خطيبها. طلعوا عليهم مجهولين، كانوا عايزين يسرقوا العربية وضربوا عليهم نار، وبسبب كده عين سارة ضاعت. ضرب عليهم نار، حاولت سارة تفدي خطيبها من الرصاص، وبالفعل اتصابت بالرصاص بداله. والأطباء أكدوا إن إصابتها كبيرة، عندها تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين. والإصابات دي بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينين سارة. وعملت أكتر من عملية في المخ وفي العين، وكمان في عمليات تانية هتتعمل بعد كده. وفي أول ظهور لسارة بعد الحادثة قالت: كان يوم عادي جدا، رحت مع خطيبي لمحطة الرمل ووقفنا شوية في كارفور. وقالت إنها ساكنة على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي ناحية زاوية عبد القادر. وكملت وقالت: واحنا ماشيين كان في عربية حاولت توقفنا وكمان زنقت علينا، وانا بصيت عليهم قلت لخطيبي: اجري اوعى تقف ليهم. وبعدين واحنا على الطريق قربت مننا عربية، بصيت عليهم لقيت معاهم أسلحة واتصبت في راسي. لكن للأسف خطيبها اللي خدت الطلقة مكانه سابها ومشي، وكمان ما سألش عنها رغم حتى انهم جيران. وسارة بنفسها قالت: خطيبي ما جاش يشوفني بعد الحادثة وخذلني، وأصحابي بيشوفوه في الشارع ماشي بيضحك. أما سارة فقالت إن الخبر ده كان صعب عليا قوي، وبنتها في اليوم ده ما غابتش عن البيت إلا ساعة واحدة، وبعد الساعة دي بدأت تتصل بيها بس كان تليفونها مقفول، وده خلاها تقلق لأنها مش متعودة تقفل تليفونها وهي برا البيت. بعد كده والدة سارة صحت ابنها اللي هو أخو سارة، وأخو سارة عرف من خطيبها إن هما الاتنين اتعرضوا لحادثة. وبعد كده والدة سارة وأخوها راحوا لهم المستشفى، والدكاترة طمنوهم إن سارة بخير بس عندها مشكلة في عينيها. ولما والدة سارة شافت بنتها أغمى عليها. أما المستشفى فقالوا إن الحالة دي لازم تروح مستشفى تانية تكون عندها الأجهزة اللازمة للعلاج، ومضوهم على ورق إن نسبة النجاح في الحالة دي لا تتعدى 20%. أما قرايب سارة فقالوا إنه دكتور المخ والأعصاب كان رافض دخول سارة للعمليات بسبب نزيف المخ اللي عندها، وإن حالتها كانت خطيرة جدا ودخولها العمليات هيعرضها لخطورة أكبر. وكمان الدكتور مضى والد سارة على إقرار بكده. وكمان الدكتور قال كلمة صعبة قوي، قال: أنا دخلتها العمليات عامية وهتطلع عامية. وفضلت سارة 3 أيام بتعاني من نزيف وقيء مستمر. والبلوجر سارة محمد هي من اسكندرية، وكانت بتقدم محتوى بيخص الفتيات، بتهتم بالأزياء والموضة ومستحضرات التجميل، وبيتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على انستجرام.